بالرغم من الارتفاعات اللي شهدتها أسواق الأسهم الأمريكية خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن الرؤية السلبية أو النظرة السلبية ما زالت هي المسيطرة على الأسواق بشكل كبير. طبعا الارتفاعات اللي شهدناها نهاية الأسبوع الماضي كانت بسبب التصريحات الإيجابية من دونالد ترامب، لكن دايما احنا عارفين أن أسواق المال ما بتتأثرش بالتصريحات لفترة طويلة، يعني لازم يكون عندنا إثبات على التصريحات دي عشان تستمر نفس الحركة اللي حصلت معانا. لكن احنا بشكل عام النظرة السلبية ما زالت هي الموجودة، ما عندناش شيء تغير. حالة عدم اليقين بالنسبة للتعريفات الجمركية ما زالت مستمرة في الأسواق بشكل كبير. دونالد ترامب ما زال بيفرض التعريفات ويأجلها، والتعريفات الانتقامية ما زالت بيتم فرضها أيضا من جانب بعض الدول على الولايات المتحدة الأمريكية، والبنوك الكبرى بتخفض توقعاتها لمعدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2025. وسوق العمل الأمريكي زي ما شفنا تراجع نوعا ما خلال الأخبار الأخيرة. يمكن الخبر الوحيد اللي صدر عندنا إيجابي في الولايات المتحدة الأمريكية كانت أخبار التضخم اللي صدرت الأسبوع الماضي، وتراجع نقدر نقول إن هو طفيف جدا بالنسبة لمعدلات التضخم، لكنه بيعطي حالة من التفاؤل إن بالفعل الفدرالي الأمريكي يقدر خلال العام إن هو يبدأ في معدلات خفض الفايدة. الفكرة كلها أو الأزمة الحالية هو في التضارب بين السياسة المالية والسياسة النقدية داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، عشان نقدر نستمر في نفس السيناريو اللي بيفرضه ترامب وهو التعريفات الجمركية بدون ما يحصل عندنا مشاكل في معدلات النمو الأمريكية. لازم الفدرالي الأمريكي يبدأ في اتخاذ الخطوات بخفض الفايدة خلال الأشهر المقبلة، وفي نفس الوقت الفدرالي الأمريكي غير قادر على اتخاذ الخطوة دي لأن عنده معدلات تضخم مرتفعة، وبالتالي تضارب بين ما يفعله دونالد ترامب وما يفعله الفدرالي الأمريكي بيؤدي إلى حالة من السلبية بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية. أعتقد إن هي هتستمر معانا خلال الفترات القادمة. عندنا الأسبوع ده قرار فائدة من الفدرالي الأمريكي، والمتوقع فيه إن ما يكونش عندنا جديد، متوقع إن يتم تثبيت الفائدة كما هي بدون أي تغيرات. الوقت ما زال مبكر جدا إن الفدرالي الأمريكي يبدأ في عملية خفض الفايدة لأن التضخم في النهاية ما زال مرتفع. يمكن هنشوف بقى المرة دي حديث جيروم باول بعد قرار الفائدة عن سوق العمل الأمريكي والأرقام الأخيرة اللي صدرت معانا، وإزاي الفدرالي الأمريكي هياخد ده في الحسبان، أو إزاي ممكن يغير سياسته أو النهج اللي بيتبعه بناء على الأرقام الأخيرة دي. وهنشوف رؤيته بالنسبة لمعدلات النمو وسوق العمل بشكل كامل. أي تصريحات إيجابية أعتقد إن هيكون لها تأثير جيد بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية. لكن لو اتكلم جيروم باول عن إن إحنا بالفعل بنواجه احتمالية دخول الولايات المتحدة الأمريكية في عملية تباطؤ اقتصادي، أعتقد إن وقتها هتبتدي الأسهم الأمريكية تتأثر بشكل كبير جدا. لكن بشكل عام لو استمرت نفس الظروف الموجودة معانا، أعتقد إن الوقت الحالي هو غير جيد لبداية تكوين مراكز شرائية على أسواق الأسهم الأمريكية، وممكن يكون عندنا بعد كده مستويات أفضل نقدر نكون من عندها المراكز بتاعتنا. عندنا أيضا خلال الأسبوع الحالي مجموعة من الأخبار البنوك المركزية الهامة. عندنا قرار البنك المركزي السويسري، عندنا قرار بنك إنجلترا، وعندنا أيضا معدلات التضخم في منطقة اليورو. وبالتالي أسبوع متوقع إن احنا تستمر في التقلبات بشكل كبير، واعتقد ان الذهب هيستمر في الاستفاده من التقلبات دي. دايما عارفين ان الذهب في اوقات زياده حاله عدم اليقين او في اوقات زياده التقلبات والمخاطر بيستفيد ايجابيا، وشفنا كلنا ده الاسبوع الماضي لما قدر الذهب ان هو يصل لمستويات ال 3000 دولار قبل ما يتراجع مره ثانيه لمستويات ال 2084. البنوك الكبرى كانت متوقعه ان الذهب يصل لمستويات 3000 دولار مع نهايه عام 2025 او مع بدايه عام 2026، لكن الذهب كان اسرع من كل التوقعات دي ووصل لمستويات ال 3000 دولار. واعتقد ان لو استمرت نفس الرؤيه الموجوده معانا هيستمر الذهب في تحقيق الارتفاعات. يمكن يكون عندنا بعض التصحيح اللي يحصل بيه اعاده اختبار لمستويات تبادل الادوار، لكن اعتقد ان مستويات ال 3090 دولار هتكون هي المستهدفات القادمه بالنسبه للذهب في حاله استمرار نفس الوضع الحالي، من حيث فرض التعريفات الجمركيه بشكل غير واضح، من حيث عدم وضوح الرؤيه بالنسبه لنمو الاقتصاد الامريكي خلال الفتره القادمه. وزي ما شفنا البنوك الكبرى كلها بتخفض التوقعات بالنسبه لمعدلات النمو. احنا كان عندنا اصلا معدلات نمو ضعيفه ابتدت تتراجع بشكل كبير في الوقت اللي الصين بتعلن فيه ان هي مستهدفاتها من معدلات النمو خلال عام 2025 هتكون عند مستويات ال 5%، ودي تعتبر معدلات جيده جدا مقارنه بما تمر به الصين خلال الفتره الحاليه. ايضا النفط ما زال بيتراجع، بعض الارتفاعات الطفيفه وصلنا لمستويات 67 دولار، لكن اعتقد ان ايضا الحاله الحاليه هتنعكس بشكل سلبي على تداولات النفط، لان الحاله الحاليه من التوقعات بتباطؤ النمو العالمي هتؤدي الى زياده المعروض في الاسواق من النفط وقله الطلب، وده امر بالتبعيه هيؤدي الى تراجع اسعار النفط بصوره كبيره خلال الفترات اللي جايه. فنقدر نقول ان ملخص الاسواق الموجود معانا في الوقت الحالي هو استمرار قوه الذهب او استمرار
انتظار ارتفاع اسعار الذهب بشكل قوي، ان الدولار الامريكي حاله عدم اليقين هتؤدي الى سلبيه على الاثنين، سواء على الدولار الامريكي او سواء على اسواق الاسهم الامريكيه، في وضع ما بنشوفوش كتير، لان الطبيعي ان الدولار الامريكي يستفيد من ارتفاع معدلات الفائده، لكن فكره التراجع اللي حصل في سوق العمل والتراجع المتوقع في النمو بيضغط ايضا على الدولار الامريكي، وبالتالي بنشوف تراجع بالنسبه لاسواق الاسهم. وبالنسبه للدولار متوقعين استمرار قوه الذهب، متوقعين استمرار ضعف النفط خلال الفتره الجايه. ضعف الدولار ايضا هيؤدي نوعا ما الى الايجابيه على تداولات اليورو وعلى تداولات الجنيه الاسترليني. قولوا لنا رايكم في تحركات الاسواق الفتره الجايه، واستنونا في فيديو جديد.